السلام عليكم. النهارده بقى انا جاي لكم فيديو جديد جدا هيخليك توفر فلوس للرز. لما بتيجي تروح لبتاع الكماليات علشان تشتري منه حاجات كتيره جدا جدا عشان تحمي عربيتك من السرقه، فبتروح تشتري حاجات توقف العجل وحاجات توقف الدركسيون وحاجات تكلبش الدركسيون وحاجات فرامل اليد، ويمكن كمان في ناس اخترعت حاجات للبدلات. النهارده بقى احنا هنشوف ايه الحاجات الاساسيه اللي في العربيه من غير مصرف ولا مليم واعرف احمي عربيتي. طيب الحاجات اللي احنا هنقولها دي دول 3 حاجات مهمين من غيرهم ما تنزلش من عربيتك الا لما تكون عاملهم. ايه هم الحاجات دي يا كابتن مؤمن؟ بص بقى معايا. اول حاجه في لوك في الدركسيون، وفي لوك في الفتيس، وفي لوك في قلب فرامل اليد. يبقى احنا كده قلنا حاجه 3 حاجات تحمي بيهم عربيتك، 3 لوكات. اول لوك الدركسيون، بعد كده فرامل اليد، بعد كده الفتيس. تعالوا ما نشوف مع بعض كده ازاي نعمل الحاجات دي. انت خلاص وقفت وجرشت عربيتك خلاص تحت البيت. اعمل ايه؟ بعد ما انت طلعت المفتاح وقفلت عربيتك، اول حاجه تعملها انك انت تقوم كسر الدركسيون كله ناحيه اليسار. سمعتوا التكه دي؟ انا كده قفلت الدركسيون، كده محدش يعرف حد يتحرك الدركسيون تاني. طيب النقطه الثانيه، اشد فرامل اليد. النقطة الثالثة، ادي غيار في العربية في اي خيار. يعني انا كده اديت الرابع. يبقى انا دلوقتي عملت 3 حاجات مهمين. ال3 حاجات دول اهم من انك تطلع بيتك، انت لازم تكون سايب العربية عامل ال3 حاجات دي. طيب تعالوا بقى نعرف كل واحدة بتعمل ايه. انا بمجرد ما قفلت الدركسيون اصبح ان الدركسيون ده خلاص ما عادش هيتحرك كده لاي حد الا لما تكون انت اللي مدخل المفتاح، لان انت من غير ما تدخل المفتاح ما حدش هيعرف يحرك العربيه. شايفين دي؟ وشديت فرامل اليد لان انا كده بخلي العجل ما بيتحركش من مكانه، فعشان كده شديت الفرامل. وقلنا ان فرامل اليد دي اللي مسؤوله عن ان العربيه تتمسك بال4 عجلات. بشد فرامل اليد والعربيه واقفه. النقطه الثالثه بقى الاخيره، ان انا اديت غيار. طب انت اديت غيار ليه وانت موقف العربيه؟ لان انا لما بدي اي غيار اول تاني تالت رابع خامس، اي غيار لازم تكون قافل عربيتك وانت بتدي الغيار عشان العربيه ما تنطش وانت المفتاح جواها. طيب ده بيعمل ايه؟ ده اقوى من فرامل اليد، اقوى من فرامل اليد. طيب دلوقتي في النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي، ده بيحصل لنا ايه او بيعمل ايه؟ بيكلبش عربيتك ان هي ما هتعرفش تتحرك مع حد. تمام كده؟ يبقى انا 3 وسائل مهمين وامان جدا في اي عربيه تركبها. طيب جيت بقى اطلع بالعربيه، لازم تامن الحاجات دي كويس. ازاي؟ هتقوم رقم 1 مدخل المفتاح في قلب الكونتاك، بس لما تيجي تلف المفتاح مش هيلف اهو. شوفوا مش راضي يلف اهو. ليه؟ لان ده مقفول. اعمل ايه بقى يا عم مؤمن؟ اقوم جايب الدركسيون في الحته اللي في النص. شفتوا الخبطه دي والخبطه دي؟ هات الدركسيون في الحته اللي في النص كده. بص بكل سهوله بصبعيني الاتنين اقدر احرك المفتاح كده. الدركسيون فك. طب النقطه رقم 2 يا عم مؤمن، امور عربيتي. النقطه رقم 3 يا عم مؤمن، انزل فرامل اليد. ال3 حاجات اللي امنتهم وانا طالع بيتي لازم افكهم قبل ما اجيب المفتاح على الستارت. وكده بقى اقدر ادور. وال3 دول مش هينفع تعملهم واحد مثلا حرامي والكلام ده، لان الحرامي بيفك الاسلاك اللي تحت ويخلي العربيه تدور على طول. انما انت دلوقتي مأمن الحاجات دي لازم مفتاح العربيه. تمام كده؟ شفتوا ال3 حاجات الصغيرين دول اللي احنا ما صرفناش فيهم ولا مليم، دول بيكونوا موجودين في اي عربيه. اهم حاجه انك تأمن العربيه. نيجي بقى للنقطه الاخيره. في العربيات الاوتوماتيك ما بيكونش فيها الفتيس غيارات، بيكون الفتيس في BRND. انت كلبشت العربيه بمجرد ما جبتها على البي باركنج، خلاص العربيه اتكلبشت معايا. دول انا كده امنت عربيتي. تمام كده؟ اشوفكم في فيديو جديد مع مؤمن الجزار بتاع تعليم سواقه.